وغير ذلك من هذه. هل من المعقول أن عيني هذا الحيدري إذا كان على حق ومنصف لم تمر على مدح أو فضل أو ثناء في كتب ابن تيمية، إذا كانت هي كتب ابن تيمية حقيقة لديه لم يقتص ويأخذ منها ما شاء ويترك ما لا يشاء، فهل من المعقول ذلك أم أنه الهوى وهو كذا؟ حقيقة بعد مشاهدة بعض يعني الأمور التي نطق بها، طبعا نحن قبل أن نحكم على شخص يجب أن نشاهده ونعرف ماذا يقول. طيب. حينما شاهدنا بعض الكلمات وبعض المقاطع التي تدون هنا وهناك أو تلقى هنا وهناك، استطعنا أن نحكم عليه، وإلا نحن أهل إنصاف، ليس لأن ذلك الرجل الحيدري وغيره يخالفنا نقول أنه كذا وكذا، لا، إنما نكون أهل إنصاف وننظر، إذا قال الصواب نقول له أحسنت وأحسن الله إليك وما شاكل، إن قال صوابا نمدحه ونثني عليه، وإن قال خطأ نوضح أن هذا خطأ وأنه لا يمكن السكوت عليه. لكن نحن نقول الله جل جلاله يقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم الآية، فذكر الله أن الإنسان قد يعني يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، قد يعرف الحق لكن لا يريد أن يقوله أو لا ينطق به، سواء كان هذا السبب أو السبب الآخر هو الجهل أو عدم وقوع على شيء، هذا سيأتي. السؤال الآن، نحن الآن سنضع مفاجأة للجميع. نعم. ما طرحناه من مصادر وغيرها وستستمر معنا إن شاء الله تعالى، لكن لدينا الآن مفاجأة. يا ترى ما هذه المفاجأة؟ المفاجأة أن طبعا مجموعة اتصالات تسأل عن هذا السؤال أو ما يتعلق بكمال الحيدري. قلنا نحن لن نحكم على الرجل إلا ولن نقول أن يعني لن نسبه أو نشتمه أو نلعنه أو ما شاكل، لا، سنتعامل بأسلوب يعني علمي إن شاء الله تعالى. هناك مقطع لهذا الرجل بالصوت والصورة يقول فيه بما معناه، الآن لعله الإخوان في المخرج يجهزه أو ما شاكل. طيب. يقول فيه لعله تستمعون الآن. طيب. وبعد ذلك ننتقل الآن إلى الدقيقة 47 من الحلقة الثانية، نسمع ما قال كمال الحيدري. ما ذكره الأخ من أنه أساسا ابن تيمية قال من هو فلان. نعم، أنا ما قلت أن ابن تيمية وإلا لو ابن تيمية كان يعتقد بما نعتقد به لما كان ابن تيمية، كان من أتباع مدرسة أهل البيت، ولم يكن هو شخص خارج ويفضل يزيد ومعاوية على الحسن والحسين. كان يقينا كما قلت في مطارحات في العقيدة أشرت إلى الآن أمام الجميع بعد هذا المقطع الذي ترونه أو رأيتموه، نحن نطرح أو نسأل سؤال بسيط جدا. لن نتكلم على هذه الشخصية بأي سوء إن شاء الله تعالى إلا بطرح علمي وبالأدلة والبراهين. لن نقول أنه يكذب أو يفتري أو كذا أو كذا، بل سنقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نحن اليوم نعلنها تحدي من أول حلقات ما يتعلق بعاشوراء وكذا. لماذا طرحنا هذا المقطع؟ هناك مقاطع كثيرة وقع في هذا الرجل في مغالطات وأمور نستطيع أن نقول أكاذيب بالصلاح على الآخرين الذين ردوا عليه. وهناك رد هاشم الهاشمي صاحب كتاب حوار مع فضل الله حول الزهراء، رد عليه، وموجود الرد في اليوتيوب. هاشم الهاشمي رد على هذا الرجل، وأيضا مثل ياسر الحبيب وغيره أيضا ردوا عليه وبينوا أمور كثيرة. لا يهمنا كل هذا، إنما وضعنا هذا المقطع لمناسبته لما نتكلم عنه عن الحسين. الآن نتحدى كل من يتصل علينا من المخالفين أن يثبتوا صدق هذا الرجل فيما ادعاه. أنا أؤمن وأعلم قطعا أن هناك من الشيعة الأحرار العقلاء الذين يرفضون يرفضون الكذب ويرفضون الافتراء على الآخرين حتى لو كانوا معادين، ومتأكد أنه سيخرج هنا وهناك حتى من لم يستطع الاتصال أن يعلم أن مثل هذه التجاوزات هو خارج المنهج العلمي وخارج المنهج الأكاديمي أو القواعد العلمية التي يجب أن يسير عليها. فمن يستطيع، أنا ما أدري يا شيخ خالد إذا ترصدون جائزة أو شيء. هناك نحن نعلن من هنا من هذا المنبر من برنامج تبديد الظلام عبر أثير قناة وصال، نعلن عن جائزة مالية قدرها $1,000,000 أمريكي، ليس افتخارا بهذه العملة ولكن لأن العملة الدولية. نعلن بجائزة قدرها $1,000,000 أو ما يعادل 3,000,000 ريال و750,000
ريال لمن يستطيع أو يأتي بإثبات صحيح صريح من كتب ابن تيمية كما ادعى الحيدري أنه يبغض الحسين أو أنه يفضل يزيد على الحسين. فمن هنا نعلن هذا التحدي في هذه الحلقة، ابتداء من هذه الحلقة، لمن يثبت بأن ابن تيمية أورد ذلك في إحدى كتبه أنه يفضل اليزيد أو يزيد ابن معاوية على الحسين رضي الله عنه وأرضاه. فهذا هو التحدي، ولعل إن شاء الله يظهر الآن على الشاشة من قبل الإخوة هناك في الإدارة، حتى يكون الإخوة على اطلاع لم يسمعوا فيقرأوا عن هذا التحدي. تفضل يا شيخ. كتب شيخ الإسلام بن تيمية ما هي كتب يعني مجهولة أو تباع بالسرية أو ما شابه، مدونة في وموجودة في كل مكان. نعم. وهنا شيخ ناصر لعلي أقاطعك شيخ ناصر، هو الآن مقروء الآن على الشاشة، الخبر يقرأ على الشاشة عن طريق خبر عاجل الذي أعلنا بأن هناك مكافأة مالية مقدارها $1,000,000 لمن أثبت بأن ابن تيمية رضي الله عنه ورحمه يفضل في كتبه، يثبت ذلك من كتب الشيخ ابن تيمية كما ذكر الحيدري أن ابن تيمية رحمه الله يفضل يزيد على الحسين رضي الله عنه وارضاه. تفضل يا شيخ. نحن نقول أن كتب ابن تيمية موجودة ومتوفرة بين أيدينا، ونحن حتى نثبت للناس أنهم يعني من هؤلاء الذين يتكلمون في القنوات ويصرخون ويرفعون ويأتون بكتب هنا وهناك. نحن الآن نرسل هذه الرسالة إلى كل شيعي حر أن يسأل ذلك الرجل كمال الحيدري ويقول له أثبت أو يثبت أو أي شخص أن شيخ الإسلام قد قال بأن يزيد أفضل من الحسين. يا رجل، ابن تيمية يقول يزيد لم يكن رجلا صالحا فنحبه، هذا نص عبارة، وسنأتي إلى موضوع يزيد والخلاف فيه الطويل جدا ونشبع المسائل بحثا، لكن الآن فقط في موضوع التحدي. يقول لم يكن رجلا صالحا فنحبه، فضلا عن أن يقول أنه رجل صالح، وفضلا عن أن يقول أنه من الصحابة وليس من الصحابة، فضلا عن أن يفضله على سيد شباب أهل الجنة وهو الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلماذا هذا الصنيع؟ هل نقول كذب يا شيخ أو نقول افتراء أو نترك الحكم للمشاهدين؟ طيب شيخنا، كم نعطي مهلة الآن للمشاهدين، وأيضا نفتح مجال مسابقة بحيث إذا كان هناك إيميل من يجد يستطيع أن يحصل على هذا الأمر يرسله على إيميل البرنامج أو سوف يعلن. ونتمنى من الإخوة في الكنترول إظهار إيميل تبديد الظلام، فهو مفتوح. تبديد الظلام تبديد @hotmail.com، لنجعل هذا الإيميل مجال مفتوح وساحة مفتوحة وفضاء مفتوح لمن يريد أن يثبت ويظفر بهذه الجائزة من قناة وصال ومن هذه الحلقة من برنامج تبديد الظلام. الإيميل مفتوح لمن لم يستطع الاتصال عن طريق الهاتف، هو الإيميل مفتوح، ولعل الإخوة يظهروا الإيميل، وإن لم يظهر هذه الليلة إن شاء الله يظهر، ولكن هو تبديد @hotmail.com. نعم. لماذا هذا التحدي؟ ببساطة شديدة، لو قال أحد أهل السنة أن علماء الشيعة يفضلون يزيد على الحسين، هل كان سيصمت علماء الإمامية والشيعة وسيسكتون على هذا السؤال أو على هذه الدعوة؟ أم كانوا سيملؤون القنوات والمنتديات وما شاكل بأن انظروا إلى الشيخ السني الفلاني، انظروا إلى ابن تيمية، انظروا إلى كذا، قد كذب على آل البيت وقد كذب على الشيعة ويفترون ويكذبون؟ ربما ملأوا الدنيا صراخا، لكن حينما هم يقعون في مثل هذه الأخطاء لا يريدون منا إلا الصمت وأنه نلتمس لهم العذر وما شاكل. فإذا كنتم تريدون منا نلتمس العذر لهذا، فلماذا تلتمسون العذر لعلماء المسلمين ممن خالفكم؟ على كل حال يبقى التحدي مفتوح إن شاء الله يوم أو يومين أو 3 إلى تنتهي هذه الحلقات، هي 3 و4 أو 5، وبعد ذلك إن شاء الله عاد تعلن الجائزة تكون لمن ومن